السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل ماسك مغذي ومفتح ومعالج تصبغات البشرة. هو الحنة البيضاء. الحنة البيضاء بتيجي في باكيتات زي كده او في برطمانات بلاستيك، يعني ليها كذا شكل، وده شكلها من جوه. انا فتحت الكيسة وفضيتها في البرطمان ده. مكوناتها عبارة عن ترمس ورز مطحونين، دقيق ونشا، بلح البحر، لبن بودر، شبة وفاصوليا بيضة مطحونة. هنحتاج مع الحنة البيضة لبن وزيت جوز الهند، ممكن تحطي مية ورد، ممكن تحطي يعني اي حاجة للبشرة مفتحة او مغذية للبشرة. احنا النهاردة هنعملها باللبن وزيت جوز الهند. هناخد الكمية اللي انت عايزاها وهنحط عليها حبة لبن، تقلبيها كويس. هقولك بقى فوائدها: تفتح البشرة درجة او اكتر، كمان تشيل الجلد الميت والخلايا الميتة، تقلل افرازات الخلايا الدهنية لاصحاب البشرة الدهنية، تعالج التصبغات في البشرة والرؤوس السوداء كده. يعني ساحت مني شوية، فهنحط لها معلقة من الحنة البيضاء، حبة صغيرين. هتحاولي تعمليها كده اهوت. يعني ايه، انا هوريكي القوام بتاعها. بصي القوام بتاعها عامل ازاي، ولسه ما حطيناش الزيت. قوامها كده حلو. هنحط حبة زيت، هي معلقة زيت مش اكتر. هتقلبي بقى الخليط كويس وهتحطيه على البشرة. قبل ما تحطيه على البشرة ممكن تعملي خطوة البخار للبشرة عشان تفتحي المسام، والخلطة دي تستخدم مرة كل شهر او شهر ونص. تتساب على البشرة لمدة من تلت لنص ساعة لغاية لما تحسي ان بشرتك نشفت او الخليط اللي عليها نشف. بعدين تغسلي البشرة دي تخلي البشرة ناعمة جدا زي بشرة البيبي كده، وتفتح لك لون البشرة زي ما قلنا قبل كده. كمان بعد كده اهوت ممكن تحطي كريم مرطب او تحطي مرطب للبشرة وللشفايف. هتحطي بالطريقة دي، انا طلعت لك في الصورة دلوقتي. وبعد ما تسيبيها على البشرة تنشف تفركيها. الاول تفركيها الاول، هتشيل الجلد الميت وهتشيل اي حاجة، والشعيرات الخفيفة اللي في البشرة دي هتشيلها برضو. وبعدين تغسليه بمية كده فترة وترطبيها كده. يبقى خلصنا فيديو النهارده مغذي ومفتح ومعالج عجبكم ونال رضاكم. تمنه رخيص مش غالي بحاجه بسيطه ومفيد جدا للبشرة. ما تنسيش تعملي لايك لو عجبك الفيديو، واشتركي لو مش مشتركه شرفني اشتراكي، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في امان الله. سلام.